السلام عليكم، شراكم جبت لكم اليوم لا غوسيت تاع هذا الكيك راكو تشوفوا فيه هاو يشهي بالكراميل، ومن الفوق درت له واحد لاكريم تاع الفرماج زادت فيه النص. ما عليكم غير تبعوها وتسيوها. اول حاجه نبداو بها بيان سور البيض اللي لازم يكون بدرجه حراره الغرفه. عندنا 3 حبات بيض، كسروهم في ريسيبيون ونزيدوا لهم السكر. شوفوا كي تزيدوا السكر لازم تخلطوه ديريكتومون، علاه باش ما تتشكل لكمش قشره في البيض تاعكم. السكر يطلق لينيرجي، المهم ما كان لا ندخلوا في هاد لي ديتاي. مي كي تزيدوا السكر فوق البيض خلطوه مباشره. نزيدوا مغرف ملح صغيره. هنا الملح راح يزيد يبرز لنا الكو تاع الكراميل باسكو استعملنا كراميل بيغ دونك حيجي بزاف بنين صدقوني. واكيد لا فاني لازمه نديروا مغرف صغيره ممهيه ونزيدوا الكراميل هنا استعملت نص كاس كراميل بيغ. الكراميل هذا خدمته انا في الدار وغير بالحليب، وصفه بزاف سهله. اذا كنتو حابين نمدها لكم قولوا لي. كي نزيدوه نخلطو مليح بالفوي ونجوزو المكونات السائله. عندنا كاس زيت نزيدوه ونخلطوه، وعندنا كاس ونص حليب. ما لازمش يكون الحليب بارد بزاف. نزيدوه ونخلطوه. كي يتجانس الخليط تاعنا نروح نضيفو الفارينه. هنا الفارينه لازم تكونوا غربلتوها من قبل، هي من الاحسن ما دوكا تغربلوها كي تكونوا حتحطوها، انا عجزت. وعندنا الخميره، باكي خميره الحلويات. الخميره في حياتكم ما تحطوها ديريكتومون باسكو دائما تكون فيها كتل، وهذوك الكتل ما يتحلوش كي ديروا بالفوي. تما كي يطيب يقعدوا ويجيني، وكي تاكلوا تحسوا بالمروريه تاعهم. نوليو للوصفه. شوفوا الطريقه تاع التحريك. نبداو نحركو من الداخل لبرا باش نسيو نيفيتيو اكبر عدد ممكن من تكتلات الفارينه. هكا نبداو للداخل نخلطو شغل الفارينه هذيك اللي على برا تهبط. كي نكملو نخلطو نحطوها في صينيه اللي نكونوا درنا لها ورق الطهي. دوك نكتب لكم في الاسفل قياسات تاع السنيوه اللي خدمت بها، ماني شافيه عليهم دوكا. الفوق تاعكم لازم تكونوا سخنتوه، غير بديتو تخدموه باش يسخن لكم حتى تكملوها. هي سهله توجد في 5 دقائق. ندخلوها طيب على 180 درجه واحد نص ساعه، وفيريفيو كل واحد هو الفوق تاعو كيفاش عامل. وغير نحيوها من الفرن، نحيوها مسنيوه باش تبرد لنا تمتم، ونجوزو نوجدو لاكريم تاني سهله. دوك تشوفوا نحتاجو فيها الجبن. هنا الجبن استعملت تاع الطالع باسكو يكون طري، ماشي كيما هذوك المثلثات يكونوا شويه يابسين. هكاك ونخلطوه بالباتور قبل ما نزيدوا له اي حاجه واحده اخرى باش ما يقعدلناش محبب. نسيت ما قلت لكم استعملت حوالي 100 غرام جبن. وهنايا كنت تشوفوا زدت سكر غلاس حوالي 3 مغارف الى 4 مغارف، وتقدروا كتر كل واحد كيفاش يحب الحلاوه. كي يتجانسوا لنا مليح نزيدوا لهم لاكريم ليكيد. لاكريم ليكيد لازم تكون اول حاجه تاع الحلويات تطلع معناتها فيها مواد دسمه 35%. كاين بطوش، كاين امبرانت، كاين فونديليس، هادو اللي سيتهم قبل وملح. وتاني حاجه لازم تكون بارده مليح، ماشي تجبدوها من قبل تخليوها تسخن ولا. ونطلعوها بالباتور. هنا نبداو فيتاس ناقصه، من بعد نبداو نزيدو بالعقل ونقعدو نخلطوه حتى تطلع لنا. وشنو ماشي حتى ينفصلوا الدهون عليها. راهي تبان في الفيديو بلي طلعت مي مازالها خفيفه. واستعملت 200 مليلتر. على كل حال كاع المقادير حتلقاهم مكتوبين في الاسفل. ودوكا ما بقى علينا غير نجيبو الكيك، نديرو فوقو هذيك لاكريم تاع الفرماج، سيو ايطاليوها كامل، ونجيبو شويه كراميل. هنا يا ربي كاين قيس 5 مغارف كراميل ولا. وسيو ديروا بالمغرف دوائر هكا، سيو دخلوها شويه في هذيك لاكريم باش تجي ايفي مغبغي. وهذا ما كان. وما تخافوش ماشي كاع حلوه، تجيب ملوحيه. المهم جايه ان ميلونج سكري صالي بزاف بنين، ننصحكم تجربوها. حق لنهايه الفيديو، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. قولوا لي اذا كاين دي غوسيتك وحابين نسيهم لكم، وبقاو على خير.